يا مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده تكمله لفيديوهات السندوتشات السريعه والاكلات السريعه اللي بتنفع في اي وقت، عشاء، نادي، غدا، اي حاجه بجد بتنفع وبتنجز وقت جامد جدا. النهارده هنعمل مع بعض شاورما الفراخ في العيش السوري. اول حاجه هنجيب نص كيلو صدور فراخ متقطعه شرايح رفيعه. اللي عايز يعمل اوراق مع فراخ مع صدور عادي جدا، بس انا بحب افضلها بصدور بس. هنيجي للتوابل، نحط عليها توم باودر، بصل باودر، مرقة باودر، بابريكا مدخنة ياريت، فلفل اسود، قرفة، توابل، رشة توابل من اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده هتلاقوها عندي على القناة. ورشة ملح طبعا وفلفل اسود. وبعد كده هنحط عليها معلقة طحينة. هنضيف كمان معلقة قرصة سك، قرصة بس. وهنحط 5-6 فصوص توم كبار مهروسين كويس جدا، ومعلقة خل صغيرة. بعد كده هنقلبهم في بعض كويس جدا، ونضيف علبة زبادي او علبتين زبادي حسب الكمية. هنقلبهم كويس في بعض جدا، ونحطهم نسيبهم في التتبيلة يا ريت ليلة كاملة في التلاجة. لو مستعجلين قوي يعني ممكن 2-3 على الأقل. بعد كده هنجيب طبعا من التلاجة، وهنجيب صينية أو طاسة سخنة، وبعدين هنحط الشاورما فيها عشان تاخد شوك. هنسيبها تتشوح شوية، وبعدين نحط بصل متقطع جوليان. انا حطيت بصلتين. الشاورما الفراخ يا جماعه بجد ما بتحتاجش اكتر من البصل بس في التسويه، عشان متغيرش طعمها. هنفضل نقلب فيها كويس جدا، هنسيبها شويه على النار لغايه ما نحس ان البصل بقى دبلان كده. وانا بحب افضل يعني افضل اسيباها على النار تستوي كويس جدا وتاخد لسعة. اللسعة دي تحسسك ان هي نازلة من على سيخ الشاورما بالظبط. فانا بحبها كده، بفضل اسويها لغاية ما تاخد لون غامق سنة. بعد كده هشيلها من على النار، وافرد العيش السوري واحطها في العيش السوري على قد الرغيف. وبعدين اضيف عليها التومية دي هنعملها مع بعض في فيديو جاي ان شاء الله، طريقتها بالتفصيل. وبعدين في ناس بتحب تضيف مخلل خيار، بس انا للاسف ما بحبوش، عندي ولادي ما مش بيحبوه، فانا ما ضفتهوش في الفيديو. بس ونلف الساندوتش كويس، وندهن جريل دهنة زيت. بعدين بعد كده بنحط الساندوتش على الجريل عشان ياخد لسعة كده من كل الجوانب، ويبقى مقرمش وحلو. بس تتقدم مع بطاطس شيبسي، مع اي صوص انتوا بتحبوه. بس هي التومية اللي جواها اصلا تبقى كفاية جدا، وبجد هتدوقوا احلى شاورما واطعم شاورما ممكن تجربوها. وسهلة جدا وبسيطة جدا وسريعة جدا، تنجزك بجد في اي وقت. اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ولو الفيديو عجبكم قولولي في الكومنتات، هستنى رأيكم.